طيب في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن Obsidian وازاي ننزله وازاي هو مفيد والكلام ده كله. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم شوية حاجات مفيدة ممكن تساعدنا كشخص لسه بادئ يستخدم Obsidian أول مرة. حاجات لو كنت عرفتها بدري كانت هتفرق أكيد في تجربة Obsidian، وأكيد كانت هتضيف لي حاجات كتير جدا، والأكيد إن الحاجات دي هتحسن تجربتك وتخليها أنسب لاحتياجك أنت بالذات. فيلا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب عشان هننزل الفترة الجاية فيديوهات كتير عن Obsidian وحاجات هتساعدك إن أنت تزود الإنتاجية بتاعتك وتخليك أحسن دايما. بالنسبة للناس اللي ما شافتش الفيديو الأول فهتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن، وبرضو احنا بس اتكلمنا عن Obsidian وفايدته وليه تستخدمه هو بالذات، وشوية حاجات بسيطة عن مارك داون وازاي نستخدمه ونكتب نوتس. وفي الفيديو ده طبعا هنحاول ان احنا نخلي التجربة بتاعنا مميزة لينا. ونروح دلوقتي على البرنامج. اول حاجة ده شكل البرنامج، وهو بصراحة بسيط جدا لأي حد يستخدمه، والصفحة دي هتلاقيها متقسمة لكذا حاجة. أول حاجة الجزء اللي في النص ده، وده خاص بالنوتس وكده، يعني مثلا لو فتحنا نوت هنلاقيه ظهر معانا هنا، وبرضه تقدر تفتح أكتر من نوت زي أكنك فاتح براوزر أو حاجة، يعني أقدر أفتح ويلكم كذا مرة ونيو نوت وهكذا. اوكي، تاني حاجة في ليفت بانل اللي هي على الشمال دي، ممكن نشيلها من هنا ونظهرها من هنا. وبرضه عندنا رايت بانل ممكن نعمل لها اكسباند من هنا، ممكن نخفيها منها. تمام، طبعا دلوقتي هنستخدم الحاجات من دي. طيب لو جينا على الشمال برضه هنلاقي شوية ايكونز كده هنا ظاهرة، فنيجي لواحدة واحدة كده. اول واحدة اللي هي الاوبن كويك سويتشر ده بكل بساطة بيخليك تروح لفايل بسهولة جدا، بدل ما تبدأ تروح على الفايل اكسبلورر اللي هنا، لا انت بتك عليه مثلا وتختار الفايل اللي انت عاوزه، او بسهولة ممكن تك كنترول وحرف الاو هيفتح لك الاوبن سويتشر ده، وتقدر من خلاله ان انت تشغل الفايل اللي انت عاوزه او تفتح الفايل اللي انت عاوزه. تاني حاجة ظاهرة معانا اللي هي الجراف فيو، ودي طبعا مشهورة جدا، يعني لو جينا ضغطنا هنا هنلاقي ظهر الجراف عادي جدا. اوكي، طبعا قبل ما نكمل هنا في تريكة ممكن نعملها تخلي الشكل احسن وتخلي التجربة بتاعنا احسن بكتير جدا. هنروح هنا على الرايت بانل ونعمل اكسباند كده، وبعدين نجيب الجراف فيو بتاعنا بعد ما نفتحه، نفتح الجراف فيو كده ونجيب التابة دي كده نسحبها ونيجي نحطها تحت هنا كده. طيب ليه عملنا كده اصلا؟ عملنا كده عشان دايما يبقى ظاهر قدامنا الجراف فيو ونعرف ايه علاقة النوت بتاعنا بالنوتس التانية. فلو جينا مثلا فتحنا الويلكم دي، هو هيبقى عارف ان انت فاتح الويلكم، وهيعمل لك كاستمايز ليها ان هو علاقة الويلكم بالباقي النوتس اللي موجودة عندك. تمام، وطبعا دي حاجة هتساعدك جدا ان انت تبقى عارف اتكلمت عن الموضوع ده فين قبل كده، ويربط لك كل الافكار ببعض. طيب نكمل من ناحية الشمال. تاني حاجة هنلاقي عندنا حاجة اسمها الكرييت نيو كانفاس ده، والكانفاس ده باختصار خالص هو مجرد سبيس خاصة بيك تقدر تضيف فيها حاجات وتربطها ببعض. يعني اقدر اضيف هنا كارد مثلا اسميه بروجيكتس، وابدا اللي هو اكتب شوية بروجيكتس، فاعمل بروجكت 1 بروجكت 2، ونبدأ إن احنا نطلع من البروجكت ده أسهم كده. فنبدأ أكننا بنعمل مايند ماب، بس ممكن برضو نضيف ليها نوتس خاصة بينا. يعني مثلا ممكن هنا نضيف الويلكم، فنقدر نضيف الويلكم نوت دي. تمام، ونسحبها ونخليها برضو كده. جميل جدا. طبعا الكانفاس ده يعني بحر لوحده، ونقدر نستخدمه بأكتر من طريقة، وإن شاء الله هبقى أعمل لكم فيديو إزاي بستخدمه بالظبط. نيجي نكمل هنلاقي عندنا برضو في هنا الأوبن تو دايز ديلي نوت. دي باختصار بيعمل لك لكل يوم نوت. يعني انا لو اتكيت عليها كده هيفتح لي نوت بتاريخ اليوم، وابدا اكتب النوتس بتاع النهارده. ودي باختصار بسيط جدا، دي ممكن تساعدك لو انت شخص بتحب ان انت تكتب يومياتك او ان انت تعمل جورنالينج يعني. فالميزة دي هتبقى مفيدة جدا ليك يعني. طيب هنيجي لميزة تانية برضو في السكة كده واحنا شغالين، وهي الاوتو كوريكت. يعني مثلا كتبت جورنالينج غلط، فنيجي هنا نعمل رايت كليك هتلاقي ظهر الاقتراحات الصح بالنسبة لك. اوكي، ودي برضو حاجة كويسة جدا. طيب نكمل على الشمال كده، برضو في الانسرت تمبلت، بس طبعا دي ميزة مهمة جدا وكبيرة جدا، فمحتاجين نخصص لها فيديو خاص بيها. بس باختصار جدا دي ممكن نبقى نستخدمها ان احنا مثلا لو كل يوم عاوز يظهر لي في الجورنالينج بتاعي حاجة معينة، بدل ما كل مرة ابدا اكرر نفس الحاجة. يعني مثلا انا عاوز كل نوت يظهر لي زي كوت هنا كده، فانا بعمل تمبلت مخصوص للديلي نوتس دي، وابدا استخدمه مع اي ديلي نوت. وطبعا الموضوع ممكن ما يبقاش واضح دلوقتي، بس هنوضحها اكتر ان شاء الله قدام. واخر ميزة معانا اللي هي الكوماند باليت دي طبعا مهمة جدا عشان هتشغل لك كل الكومنتس بتاعتك، او اي بلوجن او اضافة هتنزلها هنشغلها منها. طبعا ممكن نشغلها من هنا، هنلاقي كل الكومنتس بتاعك هنا. تمام، او ممكن برضو ان احنا نضغط كنترول وبي هتظهر لك كده. تمام، دي ممكن نعمل من خلالها حاجات كتير. يعني ممكن مثلا نديليت current فايل نعمل كده، او ممكن ان احنا نعمل زوم ان، ممكن ان احنا نعمل زوم اوت،
كده ممكن ان احنا نعمل حاجات كتير جدا جدا، وطبعا لو فضلنا نتكلم عليها مش هنخلص، فانت حاول تستكشف براحتك انت كده. يعني مثلا insert table دي مفيدة جدا لو انا عاوز اعمل تيبل، وهكذا. يعني زي ما انت خدت بالك كده، يعني الموضوع مفيد جدا. نيجي بقى لشوية settings معانا عشان تخلي التجربة بتاعنا أحسن والشكل مميز وأفضل. هنروح تحت كده على علامة الترس أو settings اللي هنا، هنلاقي إن هو الجنرال هي اللي فتحت معانا كده. طبعا اللانجوج ما هتلاقي هنا تقدر تغير اللانجوج، وهتلاقي طبعا في اللغة العربية، بس أنا مش بحبها بصراحة في البرامج دي لأن هي بتبقى تعريب مش أحسن حاجة. في هنا الأكاونت، بس الفكرة بتاع الأكاونت دي إن أنت تعمل سينك أو كده، الميزة دي بفلوس. وده برضو الميزة دي إن أنت تعمل ببلش وحاجات من دي. هعمل لكم فيديو ان شاء الله ازاي تعملوا حاجه زي كده، وتعملوا ويب سايت خاص بيكم تنشروا كل النوتس بتاعكم، وكل ده ببلاش ان شاء الله. نيجي بعد كده للايديتور اللي هنا دي. طبعا في هنا خصائص كتير جدا ممكن نغيرها او نعدلها او كده. طيب اول حاجه عشان نبقى عارفين، عندنا اكتر من مود ممكن نشتغل بيه في النوتس بتاعنا. يعني ايه مودز اصلا؟ تعال نشوف. اول حاجه زي ما انتم شايفين، انا اقدر هنا في النوت بتاعي اكتب اي حاجه. يعني ممكن اكتب اسمي، تمام. طيب لو انا جاي اقرا بس، يعني انا جاي دلوقتي براجع حاجه وبقرا النوتس بتاعي، فانا باجي هنا في الثلاث نقط اللي هنا دول، هتلاقي عندك هنا الريدنج فيو، فهو بيخليك ان انت بس ايه بتريد، وشكل الصفحه بيختلف للريدنج فيو زي ما انتم شايفين كده، تمام. وطبعا ما نقدرش هنا نعدل اي حاجه خالص. طبعا عشان نغير نتك هنا على الريدنج فيو تاني. برضو في مود كمان اللي هو السورس مود، اللي هو بيظهر لك اكن انت كاتب بالام دي عادي جدا. لو ظهرنا كده هنلاقي ان هو ظاهر سورس مود، وده بيبقى مهم جدا لو انت ايه حابب تغير حاجات وتكتب حاجات وتعدل حاجات بشكل احسن وبمزايا اكتر. طبعا مش كل مره هاجي اغير المود بتاعي هروح هنا واتك الريدنج فيو او كده. عندي كيبورد شورت كات هنا اللي هو الكنترول اي، لو تكيت كنترول اي هيغير لي من المود للتاني، تمام. نرجع تاني للايديتور بتاعنا، هنلاقي زي ما بيقول لك الديفولت فيو، انا عامله مثلا ايديتنج فيو، فانا كل ما هفتح النود بتاعتي هيفتح لي على الايديتنج فيو، تمام. وفي برضو للايديتنج مود قلنا في اتنين حاجه، اللي هو اللايف بريفيو اللي هو العادي جدا، وفي السورس مود. فانت برضو لو حابب تغير دي للسورس مود تبقى كويسه عادي جدا، بس انا طبعا بحب اللايف بريفيو اكتر. الايديتنج مود طبعا بيظهر تحت هنا زي ما انت شايف، لو عاوز تخفيه برضو ممكن تعمل كده، بس انا بحب اظهره يعني. طبعا في مزايا كتير جدا ممكن تستكشفها مع نفسك، الحاجات اللي هنا دي زي مثلا سبيل الشيك اللي احنا جربناها، او ممكن تغير اللانجوج بتاعها طبعا، او ان انت تضيف لغة تانية، بس ما فيش اللغة العربية للأسف يعني. بس برضو البرنامج فيه ميزة مهمة جدا، وهي اللي انت تكتب بالعربي، وده طبعا مش موجود في برامج تانية زي نوشن. الموضوع ده مش موجود خالص. يعني لو جيت هكتب مثلا محمود فشار، هتلاقيه كتب من اليمين للشمال، وهو بيعرف من خلال اول حرف في الجمله. لو الحرف بتاع right to left او بيتكتب من اليمين للشمال، فهو يكتب السطر كله من اليمين للشمال، والسطر اللي بعده على طول لو عاوز اكتب انجليزي عادي جدا. فهتلاقي الموضوع معاك سلس جدا وسهل جدا ان شاء الله. هنلاقي الميزه اللي معانا اللي هنا اللي هي right to left دي، لو فعلناها هتخلي لك الديفولت تكست دايركشن بتاعك، او الحاجه الديفولت العاديه ان هو بيكتب من اليمين للشمال. بس طبعا انا مش عاوز كده، انا عاوزه عادي جدا. زي ما قلت لكم هسيب لكم باقي الحاجات تستكشفوها مع نفسكم يعني. طيب نيجي للي بعد كده، الفايلز اند لينكس دي. اول حاجه اللي هو الديليتد فايلز دي، هو انت لما بتيجي تمسح فايل بينقلها لفين، فانت لو خليتها موف تو سيستم تراش ده هينقلها للريسايكل بين بتاعك بتاع الجهاز بتاعك. انما انا بحب استخدم الموف تو اوبسيديان تراش دي، هو بيعمل اوتوماتيك فولدر اسمه دوت تراش، وده بيحط فيه اي حاجه بتمسحها، وفي الغالب بتتمسح بعد 30 يوم او حاجه زي كده. في ميزة برضو مهمة جدا ولازم كله يفعلها، اللي هي الاوتوماتيكلي ابديت انترنال لينكس دي. لما تيجي تفعلها كده، لو جيت غيرت فايل او اسم فايل او حاجة، هو اوتوماتيك بيغير اسم الفايل ده في كل الفايلات اللي انت عامل لينك بيها. يعني لو جينا هنا مثلا نجرب، انا عامل هنا لينك ما بين النيو نوت والويلكم، فهتلاقي هنا الويلكم موجودة في النيو نوت، تمام. لو رحنا للويلكم وغيرنا اسمها لنيو نوت 2، فهتلاقي ان هو بيسألك هل اللي هو هعمل ابديت للانترنال لينكس ولا لا. فانت لو عملت جاست وانس فهو يغير المرة دي بس، ولو عملت دونت ابديت هو مش هيغير خالص، تمام. احنا هنعمل اولويز ابديت كده، فهو هنروح هناك على النيو نوت دي، هنلاقي اسم طبعا النوت اتغير على طول. ولو جينا نفتح هنلاقي ان هو اتعملت عشان احنا عملنا اولويز ابديت. طبعا لو عاوز تقفلها بتقفلها من هنا عادي جدا، تمام. طبعا الديفولت انا لما باجي اعمل نوت جديده لو جينا نجرب هنلاقي ان هو بيعملها على طول في الروت او المكان الاساسي بتاعنا، تمام. نسميه مثلا محمود برضه، تمام. بس دي كحاجه تنظيميه مش احسن حاجه. ليه؟ لان انا مثلا عاوز النيو نوتس دي اخليها كلها في فولدر معين، عشان بعد كده لو عاوز النكها مع حاجات تانية او ان
انا اعمل عليها عمليات معينه، ما تبقاش الدنيا سايحه بره كده. فانا هاجي هنا على الديفولت لوكيشن دي، هنخليها بدل ما فولت فولدر دي هنخليها in the folder specific. بس اول حاجه نروح نعمل فولدر، نيو فولدر، هنروح هنا نلاقي اسم الفولدر ظاهر هنا، هنضغط على نيو فولدر ده. تمام. او الاحسن هنا نخلي اسم الفولدر ده بلس كده، ونروح نخلي الديفولت فولدر لللوكيشن للنيو نوتس نخليه البلس بتاعنا دي. تمام. لو جينا كده نعمل نيو نوت كنترول ان ونسميه مثلا كورن، هنروح هنلاقيه في الفولدر ده اوتوماتيك اتضافت فيه النوتة الجديدة بتاعنا دي. تمام. نيجي نكمل بقية المزايا اللي عندنا، هنلاقي ان احنا عندنا ميزة اسمها detect all file extensions دي. ده باختصار خالص، هو الابليكيشن مش بيتعرف غير على شوية فايلات او انواع فايلات زي الام دي مثلا، او البي دي افس، او الصور باشكالها، او الفيديوهات، وهكذا. في انواع فايلات معينة زي الاكسل مثلا مش بيتعرف عليها، فاحنا لو عاوزين ان هو يتعرف على كل الفايلات الموجودة في الفولدر ده، هو لازم نفعل الميزة دي. بس ده طبعا بيبطل الابليكيشن بتاعنا وبيخلي الفتح بتاعه اصعب واوحش وكده. نيجي للحاجة اللي بعد كده، وهي انت لما بتيجي تعمل تضيف صورة جديدة او بي دي اف او فايل او اي حاجة للنوتة بتاعتك، على طول بيحطها في الروت زي برضو ما كنا بنعمل النيو نوت بتاعنا. فاحنا هنيجي برضو نغير هنا الديفولت لوكيشن نخليه سبيسيفيك برضو. اوكي. ونيجي هنا نعمل فولدر جديد نسميه attachment مثلا، او نسميه فوتوز، عشان اغلب الحاجات بتبقى صور يعني. تمام. ونيجي هنا نختار الفولدر بتاعنا، فكده اي صورة اوتوماتيك هتروح للفولدر بتاعنا ده. يعني مثلا ناخد سكرين شوت للحتة دي ونضيفها، نعمل كنترول في، هنلاقي ان الصورة اتضافت هنا، وهنلاقي ان الصورة بتاعنا اوتوماتيك اتحطت هنا. تمام. برضو في ميزات مهمة جدا زي مثلا ميزة السيرش بتاعنا، او لما تيجي هنا هتلاقي ان هو في سيرش، تقدر تسيرش باشكال مختلفة، زي مثلا ان انت تسيرش بالباس بتاع الفايل، او ان انت تكتب اسم الفايل، او ان انت تسيرش بتاج معين، او حتى بكلمة معينة موجودة في الفايل بتاعك. يعني مثلا انا لو سرشت عن كورن كده، هتلاقيه جاب لي الريزولت واحدة. تمام. والسيرش ده طبعا بيبقى سريع جدا، يعني لو عاوز توصل لاي حاجة في الفايلات بتاعتك هيبقى سهل جدا. في هنا ده ينقلنا للميزة بتاعنا اللي هي الاكسكلودد فايلز دي، ان هي بتحدد مجموعة من الفايلات انت مش عاوزها تظهر ولا في السيرش ولا تظهر حتى في الجراف فيو بتاعنا اللي هنا ده. يعني الفايلات او الفولدرات بتاعتك اللي انت هتحطها هنا، اكن المزايا دي كلها مش هتشوفها خالص. تمام. بعد كده نروح لميزة مهمة جدا او حاجة مهمة جدا، وهي الابيرنس بتاعنا او الشكل اللي بيظهر بيه البرنامج. يعني مثلا عاوز يظهر لايت مود ولا دارك مود، يعني لو جينا هنا هنلاقي ان هو في لايت ودارك، هو الديفولت بتاعي لايت. لو عملناها دارك، طبعا الدارك بتاع البرنامج ده جميل جدا. وبرضو الكالر بتاع الاشكال او التابات، الكالر الاساسي ده تقدر تغيره برضو من هنا. نيجي لحاجه مهمه جدا، وهي الثيمز اللي هنا دي. طبعا هتيجي هنا هتلاقي ما عندكش غير واحد بس. لو ضغطنا على مانج اللي هنا دي، هتلاقي فيه اشكال كتير جدا تقدر تنزل منها اللي انت عاوزه، حوالي 310 شكل او حاجه زي كده يعني. انا طبعا برشح الشكل اللي هو المينيمال ده. لو جينا هنا وعملنا انستول، هنلاقي ان هو الشكل اتغير معانا، والصورة بقت أبهت مثلا، وتقدر تعمل زوم، وكل طبعا وسيم عندنا له مزايا مختلفة عن التاني. بس أنا ما بستخدمش ده حاليا يعني، بستخدم سيم اسمه بريسو اللي هو ده. تمام. نيجي هنا نعمل انستول اند يوز، هيجي نشوف هنلاقي طبعا الشكل اتغير خالص خالص يعني، تلاقي الشكل حتى هنا بقى مختلف تمام. تمام. بس الفكرة ان الثيم ده بيحتاج بلوجن تاني او اضافة تانية نضيفها عشان نحدد احنا اللي احنا عاوزينه، يعني الوان الهيدلاينز والوان النوتس وكده. فانا هسيبكم تستكشفوه براحتكم، وممكن برضو نبقى نعمل فيديو عن البتاع ده بعد كده، او احسن الثيمز اللي ممكن تستخدمها بعد كده يعني. تمام. برضو ممكن تغير النوع الفونت بتاعك من هنا. نيجي نرجع للديفولت او نخليه المينيمال دلوقتي، تقدر تيجي تعمل زوم من هنا. وفي برضو حاجات مزايا مهمة جدا هنا، وبس دي المزايا المهمة اللي ممكن تعملها في الابيرنس بتاعتك. نيجي بعد كده حاجة مهمة جدا هنا اللي هي الهوت كيز. زي ما انت خدت بالك، انا طبعا بستعمل حاجات مهمة زي الكنترول بي زي ما قلت لك. الكوماند ده لو جينا نفتحه هنلاقي كل الكوماندز اللي انت ممكن تعملها، زي مثلا ان انت ترجع لورا كنترول الت سهم او حاجات من دي. في بس شوية حاجات مهمة، شوية اختصارات مهمة زي الكنترول بي اللي عاوزك تعرفهم يعني. كنترول دي ده بيحذف باراجراف، يعني هنا كنترول دي يحذف الباراجراف ده. وفي برضه كنترول اف لو عاوز تسرش على حاجة في الفايل بتاعك، هنا بيبقى في الفايل نفسه. وكل ما هتضيف اضافة او بلوجن جديدة، الحاجات دي هتزيد جدا، وهتبقى محتاج اكتر للشورت كاتس دي. تمام. فحاول ان انت اي بلوجن تنزلها تشوف الشورت كاتس بتاعها وتحفظها. تمام. نيجي بعد كده للكور بلوجنز. انا كنت عمال من ساعتها اقول فيه اضافات وبلوجنز وحاجات من دي. فاول حاجه لازم تبقى عارفها ان انت البلوجنز بتتقسم لحاجتين. الكور بلوجنز دي اللي بتبقى معموله اصلا من البرنامج وبتبقى مدعومه فعلا من البرنامج،
دي كده موجودة، وانت تقدر تفعلها او ما تفعلهاش. زي مثلا ميزة الكانفاس اللي احنا كنا شرحناها دي، تقدر ما تفعلهاش تقدر تفعلها. هتلاقي مثلا ميزة الديلي نوتس اللي احنا قلنا عليها برضه، انا ما بحبهاش ما فعلتهاش دلوقتي، لان في طريقة تانية بعملها احسن من دي بكتير يعني. في مثلا الجراف فيو تقدر تفعله تقدر ما تفعلوش عادي جدا، تمام. في برضه مزايا كتير جدا. ميزة البابلش دي محتاجة فلوس زي ما قلنا، فهي اصلا مش متفعلة. طبعا هي الكور بلجنز دي كده ثابتة ومش كتير، بس هي مهمة جدا يعني. ممكن تعدي عليها كده وتقرا كل حاجة بتعمل ايه، وتشوف لو انت محتاج دي ولا لا. ده مهم جدا ان انت تعمل الحاجة دي في الاول خالص، ان انت تبقى عارف مزايا الكاملة للبلجنز اللي عندك. في الكوميونتي بلجنز تبقى بس دي هنعمل لها فيديو مخصوص ليها، وايه اهم البلجنز اللي ممكن تنزلها، لان هي كتير جدا بصراحة. مش عاوزك ان انت تشغل بالك بيها دلوقتي، او ان انت تنزل حاجات كتير زيادة عن اللزوم. انت شوف الحاجة اللي مناسبة ليك وتقدر تسرش عليها وتلاقيها بسهولة جدا يعني، تمام. نيجي لحاجة مهمة، ان احنا نرتب زي ما قلنا الانترفيس بتاعنا او الشكل العام بتاعنا. لو جينا نشوف الفولت الاساسي بتاعي هنلاقيش بالشكل ده. هو بصراحة شكل مريح جدا ليا، وسهل ان انا اوصل لاي نوت انا محتاجها. فانا مقسم هنا فولدرات وبطريقة معينة. ان شاء الله هبقى انزل لكم فيديو ازاي تختاروا انسب طريقة ليكم يعني في تنظيم الفايلات والفولدرات وكل الكلام ده. وهتلاقي هنا في كالندر، دي بلوجن هننزلها دلوقتي مع بعض. وفي هنا مقسم الجزء اللي على اليمين جزئين. الجزء اللي فوق ده فيه حاجات كتير جدا أنا حاططها، زي الفلاش كاردز، دي برضو بلوجن مهمة. في التاجز، في البروبرتيز البلوجن بتاع الجيت والجيت هاب. في طبعا هنا الجراف، تمام. هنا ظاهر، هنا بحب اظهره هنا كده وبسيبه هنا، تمام. وتحت في الحاجات دي اللي هو الباك لينكس، الحاجات اللي مرتبطة بالنوتة دي. يعني مثلا انا مرتبط بالنوتة دي الاد والماي ماي هوم، ومش مرتبط بيها كل الحاجات دي، بس مش مهم يعني. وبرضو الحاجات اللي طالعة الاوت جوينج لينكس اللي طالعة من النوت دي، فهتلاقيها ان هو مرتبطة بالحاجات دي كلها، زي مثلا بروجرامينج والدوت نت والحاجات دي كلها، تمام. وهتلاقي هنا برضو الهيدنج او اللي هو الملخص بتاع النوتة كاملة على شكل هيدنجز كده. يعني لو جينا مثلا نروح على نوت معينة زي نوت اللينك كيو دي، هنلاقي ان هو ظاهر لي. لو ضغطنا هنا دي كل الهيدنج اللي عندي، واقدر افتح كل واحدة واروح لكل واحدة بسهولة جدا. فاحنا برضو هنروح على النوت بتاعنا كده. اول حاجة الهيدنجز، فين الهيدنجز؟ نحطها تحت كده، تمام. دي اول حاجة معانا. نيجي نروح على الجراف فيو نفتحه ونحطه برضو تحت او فوق، مش تفرق. انا بحب احطه تحت كده او نحطه فوق، تمام. ونرتبها كده. دي التاجز برضو، دي طبعا باك لينكز اللي جايه ودي اللي طالعه، فهنحطهم تحت برضو. والكالندر اللي كانت هنا دي بلوجن زي ما قلنا، هنبقى نعرفها ان شاء الله المره الجايه. بس هي بلوجن موجوده هنا، ممكن تنزلها، اسمها الكالندر، هتظهر لك هنا. وانا بستخدمهاش ككالندر بصراحه، انا بستخدمها في حاجه تانية اللي هو الجورنالينج او كده. فان شاء الله هنبقى نعمل فيديو ليها يعني. وبس، ده كان فيديو سريع كده، حاولنا ان هو نشرح الواجهه بتاع البرنامج، وازاي تفهم كل حاجه، وازاي تعدل حاجات ان هي تبقى مناسبة معاك او كده يعني. وان شاء الله يكون الفيديو كان مفيد، وان شاء الله الفيديوهات الجاية تبقى مفيدة ليكوا برضو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية. وبس، سلام.